أنا مش مصري كفاية ولا صيني كفاية. ودلوقتي أنا في الصين وباسأل نفسي هل أنا يعني ممكن أكون منتمي هنا أكتر من مصر؟ أنا أصلًا اتولدت في الإمارات وجيت مصر وأنا عندي 9 سنين، وأكتر حاجة أنا عرفت إن أنا مختلف. ناس نادوني بالصيني، وناس ضحكت عليَّ، وناس كانت بس مستغربة. بس من جوايا كنت باحس إن أنا مش مصري كفاية ولا صيني كفاية، يعني مش مقبول 100%. اللي هو لمّا أروح مكان باكون العادي يعني، اللي هو ده شخص، لأ لازم حد يشوفني يقول لي ده مش زينا، ده مختلف. وأنا دلوقتي في الصين بلد نُص التاني، افتكرت ممكن أكون هنا مندمج وسط الناس أكتر، بما إن أنا كان شكلي يعني إلى حدٍ ما في مصر كان صيني. بس لأ، الناس هنا واخدة بالهم إن أنا عندي شوية ملامح مش صينية، فمش شكلي يعني مش صيني بما فيه الكفاية، فبيبان عليَّ باللهجة مع اللهجة بتاعتي اللي أنا باتكلم بيها بالصيني إن أنا مش صيني 100%. يعني في برضه جملة حلوة جبتها من ChatGPT، قال لي too Egyptian to be Chinese to Chinese to be an Egyptian. ده إحساس غريب إنك تكون منتمي لبلدين، في نفس الوقت مش منتمي ليهم 100%. من جوايا أنا باحس إن أنا منتمي، بس الناس يعني مش كل الأوقات بس أغلب الأوقات بيعاملوني كإني مش منهم. باتشقلب للغتين، لثقافتين، وحتى باتشقلب ما بين الأكل، شوية أتكلم إنجليزي، شوية أتكلم عربي، شوية أتكلم صيني، شوية أتكلم شوية باتعامل بالثقافة الصينية، شوية باتعامل بالثقافة المصرية، شوية باكل أكل صيني، شوية باكل أكل مصري. وده ساعات بيكون حاجة كويسة وساعات بتكون حاجة وحشة. يعني بيحصل لي مواقف كتيرة جدًا تبقى كويسة وتحصل برضه مواقف سيئة جدًا. من المواقف الحلوة اللي بتحصل لي إن يعني بتبقى حاجة كويسة إن أنا أفتح بيها مواضيع وأعرف أتكلم عنها، وباحس إن أنا بانشر في مصر الثقافة الصينية، وبانشر في مصر في الصين الثقافة المصرية، وأنا الاتنين باحبهم جدًا. فدي حاجة كويسة. والحاجات الوحشة بتبقى مثلًا زي ما قُلت لكم النظرات، حد يبُص لي كده، حد يبُص لي في المترو وأنا اللي هو ده منين ده؟ التعامل ساعات بيحصل مواقف مش ألذ حاجة ما بين الأطفال، بس يعني أكيد أنتم بتاخدوا بالكم. بس فساعات بييجي لي في دماغي هو أنا منتمي لأنهي بلد؟ وهل أنا لازم أختار بلد أكون منتمي ليها أكتر من بلد التانية، والّا بابقى منتمي ما بين الاتنين؟ وهل أصلًا يعني هل الواحد المفروض عشان يكون منتمي وهل ينفع أختار بلدين؟ ممكن ما يكونش الانتماء يبقى مكان واحد، ممكن تبقى حاجة ما بين اتنين. يعني ممكن أبقى الاتنين في نفس الوقت، مش شرط اللي هو أكون حاجة واحدة يعني من كل حاجة. يعني ممكن أبقى الاتنين في نفس الوقت، أصل أنا نص صيني ونص مصري. ممكن المجال اللي أنا أنتمي ليه هو مكانين في نفس الوقت، وأنا نص صيني ونص مصري بيكونوا واحد. ده المكان اللي أنا بانتمي ليه. إن أنا عمري ما هاكون منتمي 100% كشكل وكثقافة وككل حاجة للصين، ولا 100% كشكل وثقافة وكل حاجة في مصر. إن أنا أكون من بلدين مش معنى إن أنا يعني نُص كده ونُص كده، ده معناه إن أنا عندي ثقافتين، عندي الثقافة المصرية، عندي الثقافة الصينية، وهويتين. بس فدلوقتي أنا في الصين، هل أنا منتمي للصين؟ غالبًا لأ، بس أنا باتعلم، ودي حاجة كويسة يعني، لإن أنا مش لازم أنتمي لمكان، أنا بس محتاج أكون أنا، وبس كده. ده أول أو مش أول فيديو، بس ده فيديو بعد فترة طويلة من الوقوف. وزي ما باقول كل مرة أحاول، مرة أحاول تاني، أحاول تاني. سلام.